نعطيكم مسألة. كاين واحد حاكم حكم روسيا بكري يقولوا بريجناف، لونيد بريجناف. هذا لونيد بريجناف كان أيضا مريض. ماذا كانوا يعملوا؟ يديروا له واحد التكك. هو مات في 82 وانتم تعرفوا باللي النظام في 82 وقبل 82 كان عقلية نتاعو عقلية تاع الروس، أغلبهم متكونين، ربما خذوها من عند الروس ورانا عارفين. ما قربهم. هذا يخرجوه للاحتفالات وهو مريض، يعطوه واحد الشكك يحرك يده إلا بحاجة قليلة ويعاودوا يردوه. مدينة تومسك مختبر لإعداد أقراص الكرملين. القرص فريد من نوعه، ليس له أساس كيميائي ولا يذوب في الجسم، وفي داخله حشوة كهربائية. القرص نفسه أكبر حجما بقليل من حبة الفاصولياء. عند دخوله الجسم يشتغل تلقائيا ويبدأ يشع بنبضات كنبضات جسم فتي معافى. ليونيد بريجنيف رئيس الاتحاد السوفيتي من عام 1964 إلى عام 1982 لقد اجتاز موتا سريريا في عام 76. كان يعاني وهنا وتصلبا في شرايين الدماغ، ومات في 10 من نوفمبر تشرين الثاني عام 1982 من قصور قلبي. في عهد بريجنيف اكتسب مفهوم طب الكرملين نفسه مغزى خاصا، وكان متوسط عمر أعضاء المكتب السياسي للحزب الشيوعي يبلغ نحو 80 عاما، وكانوا دائما في حاجة إلى مساعدة الأطباء. في السنوات الأخيرة من حياة بريجنيف كان الأطباء في كل مرة قبل خروجه إلى الجمهور يعيدون إليه شعوره بواسطة عقاقير طبية قوية المفعول. فلاديمير لينين مؤسس الدولة السوفيتية قاد الاتحاد السوفيتي من عام 1917 إلى عام 1924، وقد مرض في مايو أيار عام 22 مرضا شديد الوطأة، وبقي عاجزا عن العمل حتى نهاية حياته، وكان سبب الوفاة حسب الرواية الرسمية تصلب الشرايين. وفي الأشهر الأخيرة من حياته فقد القدرة على التفكير بصورة كاملة تقريبا. هذه الصورة التي التقطتها شقيقته بقيت سرية سنوات عديدة كالتشخيص الرسمي للمرض الذي أدى إلى وفاته. بعد أن نشروا صور الرئيس على الرأي العام ظنوا بأن المسألة انتهت وأن الرئيس معافى. أنا أقول أيها الإخوة، بغض النظر عن شخص الرئيس بحد ذاته كشخص، وأنا أعرف بأن كل الناس اللي شافوا الصورة الكبير والصغير غير شافوا برك هكذاك عرف باللي مريض، صح ولا لا؟ يعني أي إنسان أصحاب بكري عندهم مثال يقول لك كي تشوف العين ترك الشوال. كان الناس تسأل ولا ما تسألش، لكن لما شافوا عرفوا بأنه مريض. بعض الناس على بالك المريض لما يكون في تلك الحالة والطريقة اللي يفد بها الكاس، نعم، حسوا الناس باللي مريض. وماذا قالوا ربي شفيه كشخص، مش قالوا ربي شفيه بمعنى يبقى بالحكم وعلى الحالة هذه. بعض الناس شفاه الله، هم الناس عندهم طبيعة، يعني كل نساء ولا عجايز ولا كذا كيشافوا هذيك الحالة ويدوا باش يرفدها إلا بشق الأنفس وكذا قالوا ربي شفيه. لكن هذوك البوتفليقية اللي أثروا في وقته والديناصورات قالوا من الناس يقولوا راه شفيه، لا، هم يقولوا ربي شفيه كشخص، ولا يقولون أنه لا بد أن يأتي الحكم من جديد. خلاص، إذا كان الرئيس لا يستطيع أن يرفع كأسا إلى فمه، واللي يشوف في عينه وفي وجهه وفي حركة نتاعو يدرك بأن الرئيس ربما ورا ماهوش عارف حتى جاي يصالح عليه قدامه ولا ورا. لما كشفوا عن الصور عوض أن يتخذوا منها حجة، فإذا أصبحت عليهم ماذا؟ إذا كان الرئيس لا يستطيع أن يقوم بنفسه وهو على التلفزة، إذا معنى ذلك لا يستطيع أن يقوم بأمر أمة، صح ولا لا؟ هذا هو بحد ذاته يحتاج إلى من يعتني
هو بذاته يحتاج إلى من يعتني به، يحتاج إلى من يقوم به. إذا معنى ذلك الرئيس هذا يطلب له الشفاء ويروح لداره مع أهل ولاده حتى يقضي أمرا كان ماذا؟ مفعولا. أما باش يسوس البلاد من جديد فهذا مغالطة كبيرة ولا يمكن لأي عاقل أن يقبل بها.